سمعت عن حملة دمنا واحد اللي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع بالدم لأهلنا في غزة، فقلت لازم أشارك وأدعم باللي أقدر عليه، مش بس في فيديو ولا ببوست. رحت الفرع الحملة في مؤسسة مرسال في المعادي، لقيت ناس كتير قوي جايين يتبرعوا ويدعموا اخواتنا في فلسطين، وبصراحة ده مش غريب علينا كمصريين، لأننا دايما شايلين هم اخواتنا وبنحاول نساعدهم. المهم أول ما رحت ادوني استمارة مليتها بالرقم القومي، وخدت رقم عشان أقعد استنى دوري في التبرع. ولما جه دوري دخلت عملت تحليل سكر وانيميا وقاسولي الضغط، ما هم لازم برضو يتاكدوا ان الدم اللي هيروح لاخواتنا يكون صالح. دخلت بعد كده الاوضه التانيه، سجلوا بياناتي على السيستم وادوني الاكياس اللي هتبرع فيها، خدتها ورحت على العربيه. انا بخاف من الابره بس مش مشكله، كله يهون عشان اهلنا، والابره طلعت مش بتوجع. اتبرعت بالدم ومليت الكيس بتاعي لاخره، وبعدين خلصت وروحت. يلا قولولي دعمتوا اخواتنا في غزة ازاي، وناويين تعملوا ايه الفترة الجاية عشان تساعدوهم في محنتهم.